الوحدة. الوحدة بالنسبة لي كانت اكتر حاجة بتخوفني كشخص. انا عمري ما كان عندي مخاوف مادية اللي بتكون عند الناس كلها دي، بس انا كنت دايما بخاف من الوحدة. انا كنت بخاف من الوحدة لدرجة اني كنت بفضل اني اكون مع ناس توكسيك وعلاقات توكسيك في سبيل اني مبقاش لوحدي والدنيا متفضلش حواليا من الناس. ما متش لا. يلا بينا نجهز سوا، اغير بس هدومي، بعد كده هنتكلم ليه الوحدة مفيدة عموما، وازاي نتعامل لوحدينا، وازاي نبقى مبسوطين واحنا لوحدينا كده ونعيش لوحدينا. يلا بينا. I think ان الفيديو فرايحي شوية، فهلبس الفستان ده صراحة عشان بستريح له قوي، بحسه كده فلوي كده وواسع وجميل، وهلبس تحتيه التيشيرت ده بما ان النهارده الدنيا حر. يلا بينا. ده بالنسبة لي كان كبير وصعب، صعب حبة كتير الصراحة. عشان انا طول عمري كنت شخصية انطوائية وما كانش عندي ثقة في نفسي زي دلوقتي خالص، وفي نفس الوقت ما كنتش الشخصية الملفتة اللي هي تقعد في مكان بقى تاخد اللقطة والجو ده. فكان صعب عليا قوي ان انا اكون صداقات، كان صعب عليا قوي ان انا اعمل علاقة قوية بحد. الشخص الانطوائي عموما بيبقى صعب عليه ان هو يتعامل مع الناس بسهولة. دايما الاسهل بالنسبة لي ان انا افضل مع الناس التوكسيك او الناس اللي انا مش حاسة ان انا ينفع افضل معاهم، احسن ما ان انا او اسهل بالنسبة لي من ان انا اكون صداقات جديدة، او ان انا اقعد مع ناس معرفهاش، ان انا اشوف ناس جديدة، او ان انا افضل لوحدي، لان انا كانت اكتر حاجة بتخوفني فعليا الوحدة. طيب وبعدين؟ وفي يوم من الايام بعد حالة من البكاء والانهيار الشديد قررت اني اواجه مخاوفي وقطعت كل علاقاتي بكل الناس وبقيت لوحدي، لوحدي خالص، وابتدت حياتي تكون صحراء بجد. بس اللي حصل كان غير متوقع بالمرة. الوحدة ما طلعتش وحشة خالص ولا بعبع ولا اي حاجة من الكلام ده زي ما انا كنت فاكرة يعني. اكيد اكيد في الاول كان الموضوع صعب، اكيد كان صعب عشان مفيش حد اشاركه اكلمه اخرج معاه، مفيش حد اصلا في حياتي ولا حتى كان فيها اي اكشن. انا لسه فاكرة عيد ميلادي 23 كان عندي احساس فضا غريب جدا لانه كان اول عيد ميلاد احضره لوحدي. وقتها قلت اتصور للذكرى وكده علشان اسجل يعني الفترة وكده والاحساس اللي كان ظاهر على وشي اصلا وقتها، ولاني كنت اول مرة ما احتفلش بعيد ميلادي مع حد او مع صحابي. لكن بعدين بدأت اركز على نفسي واكتشف اكبر مميزات الوحدة، اني بكون فاضية بس لنفسي والمستقبلي والاهلي وعيلتي. حسيت وقتها ان كل جوانب حياتي بقت اوضح بالنسبة لي، بقيت اشوف الجوانب دي ايه اللي مميز فيها، ايه العيوب فيها، ايه اللي عايز يتصلح. بقدر اشوف الجوانب دي بطريقة اوضح علشان اقدر اعالجها صح. يعني ما اعتقدش في حياتي كلها اني كنت قريبة من نفسي زي الوقت ده. بحاول اكتشف نفسي، اكون مترابطة بذاتي الداخلية، بحاول اصلحها واحبني بجد، بحاول اكون افضل نسخة مني، اكون ناجحة ومركزة على احلامي ومحققاها. بقيت اقرب لاهلي لاسرتي اكتر بكتير، بقيت بقعد معاهم، بنتكلم اكتر، بنخرج اكتر. فالوحدة عمرها ما كانت وحشة، بالعكس ده وقتك لاكتشاف نفسك علشان تعرفي انتي بتحبي ايه، بتكرهي ايه، نشاط ايه اللي بتحبي تعمليه، انتي مين اساسا اصلا في العموم. الوحدة في العموم مش وحشة ومش حاجة يعني مؤلمة او حاجة مخيفة او كده او ابو رجل مسلوخة يعني. ليه بقى؟ عشان لما اجي اختار مثلا صاحبة او مثلا اختار شريك حياتي اكون بختاره على اساس فعلا، مش على اساس ان انا مثلا اخش علاقة والسلام بدل ما اكون لوحدي، او ان انا مثلا ابقى مع حد احسن ما اكون في بعبع بقى وكده. تاني بقى حاجة او تاني نقطة مهمة قوي بالنسبة لي هي ان موضوع ان احنا نعرف نكون لوحدينا ونقضي وقت لوحدينا ومش بنخاف من الوحدة، ده هيخلي علاقاتنا كمان صحية اكتر، لان
لان اي علاقه في الدنيا خد وهات. يعني في وقت انا هحتاج حد جنبي، وفي وقت تاني الشخص دوت هيحتاجني جنبه. فلو انا شخص دايما محتاج حد جنبه، دايما لازم حد يبقى معاه، ما بيحبش يحس بالوحده، هبقى شخص عامل شبه شفاط الطاقه كده، او عامل شبه المكنسه الكهربائيه، بشفط طاقه اللي قدامي وخلاص. حتى لو انا شخص كويس ان انا هعمل ده وانا مش حاسه، لان انا من جوايا خايفه، من جوايا مش عارفه اتعامل مع نفسي، من جوايا حاسه ان انا دايما لوحدي، حاسه ان فلان ده لو بعد عني يبقى انا هبقى لوحدي، فده بيهدد امني لنفسي. فده هيخليني دايما شخص لازقه، هيخليني شخص دايما عامل شبه شفاط الطاقه بجد. حتى لو انا شخص كويس، فالاشخاص الباقيين او الشخص التاني ده هيحطني في خانه ان انا بضيع سلامه النفسي، حسسه ان انا دايما محتاج مجهود منه علشان العلاقه دي تبقى موجوده، او هو دايما لازم يبذل مجهود في العلاقه دي، وعمره ما خد مني مقابل، وعمره ما حس ان انا جنبه مثلا او كنت معاه. في نفس الوقت الرحله نسبيا فرديه، ومش كل الاوقات اللي انا هكون محتاجه فيها حد هيكون جنبي فعليا. وده مش عشان هم وحشين، او مش عشان برضك ان انا مثلا بشجع على الوحده والجو ده، لكن في ساعات اوقات بكون انا محتاجه حد، او انا مثلا محتاجه حد جنبي ضروري، او مثلا موقف صغير ان انا عايزه مثلا انزل، عايزه اخرج عشان انا مخنوقه ومتضايقه، بلاقي مثلا الشخص اللي انا كلمته هو مش فاضي، هو عنده مشوار، هو مسافر، هو مشغول، هو نفسيته في نفس الوقت اللي انا فيه نفسيتنا احنا الاتنين مش تمام، مش هينفع نتقابل. فبالتالي حاجه زي كده هتخليني حساسه اكتر، هتخليني احس ان انا مش قادره اعتمد على نفسي ومش مستقله بشخصيتي، وهتسبب لي ازمات اكتر، احس ان انا لوحدي. فليه احط نفسي في الموقف ده؟ المفروض ان انا اكون عارفه مثلا بسنت مثلا لما بتتضايق ممكن تعمل كذا، ممكن تنزل لوحديها، ممكن مثلا في كام نشاط كده او كام حاجه بتعملهم بيعدلوا مزاجها، بيعدلوا نفسيتها. فكل الحاجات دي هعرفها وانا لوحدي بس، وهعرفها وانا بشتغل على نفسي في ان انا اكون احسن، وان انا اطور نفسي، وان انا احب اقعد لوحدي اكتر وقت ممكن. لازم دايما اتعلم ازاي اكون لوحدي، ازاي اكون مبسوطه وانا لوحدي، ازاي احبني وانا لوحدي. ده بقى هكون شخص لذيذ بيحب يدي مساحات لغيره، ان هو يقضي وقته، ان هو يمارس الانشطه اللي هو بيحبها. لان انا اصلا كشخص بحب ان انا اعمل مع نفسي كده، بحب ان انا ادي مساحه لنفسي، ان انا اقضي وقت لوحدي، ان انا اعمل كام نشاط لوحدي، عشان دولت بحب ان انا اعملهم لوحدي، بحب ان انا اقضي اطول وقت مع نفسي علشان افهمها اكتر واحبها اكتر. وقتها بقى مش هنحس الحاجات اللي هي بقى احساس ان انا لوحدي، احساس ان فلان ده اخد مني جنب، او ان هو نزل لوحده وما قاليش، او نزلت لوحدها وما قالتليش. ايا يكن كل الحاجات اللي هي بتاثر على علاقاتنا بالناس وبتخلينا نحس احاسيس مش الطف حاجه جوانا كده، هتقل مع الوقت. وهتحس ان كل وقت مثلا بلاقي فلان ده نزل لوحده، بحط له وقتها مثلا عذر، واقول يمكن هو متضايق فبيحب يقضي وقت لوحده، او يمكن دولت الناس اللي هو بيحب يقضي وقت معاهم علشان هو مثلا متضايق، او علشان هو عايز يبقى مبسوط. لان انا بطبق مع نفسي الحاجات دي وانا فاهمه نفسي كويس، فبالتالي احاول ان انا افهم اللي قدامي وهديله عذر، هتبقى علاقاتي صحيه اكتر. فهي في الاول وفي الاخر مسؤوليتك انك تساعدي نفسك، تفرحيها، تقضوا وقت سوا، تشتغلي على نفسك انك تصلحيها، ولوحدك برضو. وقتها بس الحياة هتختلف كتير، ومش هتحسي انك لوحدك او ان الوحدة بتضايقك، لانك كده كده مش هتفضلي لوحدك كتير. هي مجرد فترة وانتي موجهة فيها طاقتك لنفسك، هتلاقي طاقتك اختلفت كتير، وده هينعكس على شخصيتك، وهيخلي الناس حواليكي هي اللي حابة قربك وصحبتك، عشان مش هتكوني شخص ممل قلقان طول الوقت، مش عارف يحب نفسه ويتعامل مع نفسه، وما عندوش حاجة يقدمها لنفسه. فازاي الناس هتكون حواليه؟